عمرك سمعت قبل كده عن أهمية المشاكل والمعاناة في حياتنا؟ يمكن تكون إجابتك لأ، بس خليني أقولك إن المعاناة مش دايما وجودها فشل. أوقات كتير المعاناة دي هي اللي بتبنينا، هي اللي بتخلينا أقوى وتقربنا أكتر من نفسنا. وأهلا بكم من جديد في ركن هادي وكتاب، ومكملين مع بعض كتاب فن اللامبالاة. وهنتكلم النهاردة عن الجزء التاني اللي بيتكلم عن أهمية المشاكل والمعاناة في حياتنا. وابتدى الكاتب الفصل التاني بقصة ملك. الملك ده كان عنده طفل، فكان كل تفكير الملك ازاي يخلي حياة ابنه كاملة، ما يمرش عليه لحظة معاناة أو ألم. وبالفعل الملك ده بنى حوالين القصر بتاعه سور عالي جدا عشان يخلي ابنه منعزل تماما عن العالم الخارجي. الملك ده بالغ في دلال ابنه، وكانت كل طلباته مجابة. وتمر السنين على الوضع ده، ويكبر الطفل ويوصل سن الشباب. وتفتكروا بقى بعد كل ده الشاب ده هيشكر أبوه الملك ويفرح بالوضع اللي كان عايش فيه؟ للأسف لأ، لأنه كان حاسس إن حياته ملهاش أي معنى، وكان بيحاول دايما يخرج برا القصر. وفعلا خرج، وكان الوضع برا فعلا مفاجأة بالنسبة له. وشاف اللي عمره ما شافه في حياته قبل كده. شاف ناس مريضة، ناس مش لاقية تاكل، ناس عايشة في الشارع. شاف حياة ومعاناة هو عمره ما سمع عنها. وبدأ يرمي باللوم على أبوه عشان حرمه من إنه يتعامل مع الحياة الطبيعية. وقرر إنه هيهرب من القصر ويجرب يعيش الحياة العادية. فعاش في الشارع وبقى ياكل من الشارع، وجرب كل أنواع المعاناة، من الجوع والمرض والوحدة. طيب يا عم الأمير، إيه بعد ما عملت كل ده لقيت لحياتك معنى؟ للأسف لأ، وحس إن عمل في نفسه نفس اللي عمله أبوه معاه في الأول. فقرر إنه مش هيفضل على الوضع ده أبدا، وإنه لازم يفهم حقيقة الحياة الطبيعية. وقرر إنه هيقعد تحت شجرة ومش هيتحرك إلا وهو واصل لحاجة. فبدأ يتأمل ويفكر، وبعد التأمل والتفكير ده وصل لشوية أمور عميقة كده، خلينا نقولهم مع بعض. أول حاجة إن الحياة خليط من السعادة والمعاناة، ومستحيل هتعيش على جانب واحد منها بس. ده كمان الحياة نفسها نوع من أنواع المعاناة. فالغني هتلاقيه بيعاني بسبب غناه، والفقير بيعاني بسبب فقره، واللي عنده أسرة بيعاني بسبب وجود أسرته، واللي ما عندوش أسرة برضو بيعاني من الوحدة وعدم وجود أسرة. وده مش معناه إن كل أنواع المعاناة واحدة، في معاناة بتبقى أصعب من التانية. السعادة مش معناها إنك ما عندكش مشاكل أو مش بتعاني، بالعكس، السعادة بتيجي لما يبقى عندك مشاكل وتحلها. بعد كده بيقول لنا الكاتب: تخيل معايا كده إن في بطل خارق وهنسميه بند الخيبة. قوته الخارقة بتتمثل في إنه يدخل بيوتنا كلنا ويواجه كل حد فينا بالحقائق اللي في حياته، اللي بيهرب منها، مش بيحب يسمعها ولا بيقبل يتكلم فيها. تخيل الشخص ده الناس هتكون كرهاه ازاي، على الرغم إن الشخص ده مهم جدا في حياة كل حد فينا. مهم لأنه هينور لنا طريقنا، وممكن يكون سبب في إننا نتغير للأحسن، رغم إن كلامه كان مزعج وممكن يكون حسسنا بالألم والحزن. ورغم كده كلنا محتاجين البطل الخارق ده في حياتنا. بعد كده بيقول مارك: خلونا ننزل على أرض الواقع وأمثل أنا دور بند الخيبة، وأقول لكم شوية حقائق مزعجة في حياتنا كلنا. أول حاجة إن المعاناة دي حاجة مفيدة جدا لينا، لأن وجود المعاناة بيدفعنا للتغيير للأحسن. يعني لو بتعاني من وضعك المادي، ده هيدفعك تشتغل أكتر وتحاول أكتر إنك تحسن من وضعك. إذا لو بتعاني من أي مشكلة في حياتك، معاناتك دي هتكون هي السبب اللي هيدفعك إنك تسعى وتحلها. وخلينا متفقين إن المعاناة دي من سماتنا وطبيعتنا كبشر، لأن الإنسان بطبعه عنده قدر كده من عدم الرضا. مهما حقق ومهما وصل في حياته بيكون عاوز يوصل للأفضل. يعني معاناتنا وشقائنا في الدنيا ده مش عيب فينا أبدا ولا حاجة، لأن ده اللي بيخلينا دايما في تقدم وفي تطور. تاني حاجة، الألم سواء كان جسدي أو نفسي، ده برضو حاجة مفيدة جدا لينا. فالألم الجسدي بيحمينا وبيعرفنا ناخد بالنا من الحاجة اللي بتأذينا وما نقربش منها تاني. فكلنا بنكره إحساس الألم وما نعرفش إن ده نعمة كبيرة قوي من ربنا علينا. تخيل كده حد عنده مشكلة في الأعصاب في أطرافه وحط إيده بالغلط على حاجة مولعة، هو مش هيحس بأي ألم.
تخيل كده كمية الضرر اللي هتحصل. ده كمان لو حاجة دخلت في رجله أو داس على أي حاجة تأذيه برضه مش هيبقى حاسس. فالحمد لله على نعمة الإحساس حتى لو كان بالألم. ده كمان الألم النفسي مهم جدا في حياتنا، لأننا لما بنحس بالألم النفسي عشان حاجة غلط عملناها أو مشكلة وقعنا فيها، ده هيعلمنا منقعش فيها تاني. وعموما إحساسك بالغضب والألم النفسي اتجاه أي حاجة ده بيديك مؤشر إن في حاجة غلط، في مشكلة وعاوزة تتحل. وهنا هيبدأ يقول لنا حقيقة تانية ويفاجئنا بيها، وهي إن السعادة بتيجي لما يكون عندك مشاكل وتحلها. يعني المشاكل في الآخر هي سبب سعادتك، مش زي ما احنا كنا فاهمين إن الشخص السعيد ده الشخص اللي ما عندوش مشاكل في حياته. وبكده لما يكون عندك مشاكل في حياتك واجهها عشان لما تحلها هتبقى سعيد. وعلى فكرة مش لازم خالص المشاكل دي تكون مشاكل كبيرة، ممكن تكون أمور يومية في حياتك بسيطة. فسواء بقى كانت المشاكل دي كبيرة أو حاجات بسيطة، حل المشاكل دي عشان تبقى سعيد. وللأسف في ناس كتير عندهم مشكلة في الحتة دي، لأنهم لا إما بينكروا وجود المشكلة أصلا ويحاولوا يلهوا نفسهم عنها، وده طبعا حاجة وحشة جدا، لأن ده بيديهم إحساس مؤقت بالراحة، ولكن المشكلة هتفضل زي ما هي وما تحلتش. أو إن الشخص يختار يعيش دور الضحية ويرمي كل اللوم على الظروف والأشخاص اللي في حياته. والناس دي بتختار الطريق السهل، مش عاوزين يتعبوا نفسهم في حل مشاكلهم. ورغم إن الطريق ده سريع وبيريح شوية، إلا إنه هيبقى متعب أكتر لما يجي وقت وتضطر تحل المشكلة. وعلى فكرة الهروب من المشكلة ومحاولة إنك تنساها بالخروج أو الاستمتاع بأي حاجة بتحبها، ده حاجة عادية لو بنعمل كده وقت قليل عشان نفصل، وما بنعتمدش على ده في حل مشاكلنا. احنا بنعمل كده عشان نفصل ونرجع عندنا طاقة نقدر نحل بيها مشاكلنا ونواجهها. ومش ده اللي بنتكلم عنه هنا، احنا بنتكلم عن اللي بيهرب تماما من مشاكله. اللي بيهرب منها ده ما بيعملش حاجة غير إنه بيخدر نفسه، لأنه أكيد هيجي الوقت اللي هيضطر فيه يواجه ويحل المشكلة. حاجة كمان، وانت بتحل مشاكلك أو بتاخد أي قرار في حياتك، ما تعتمدش على المشاعر، لأن المشاعر على أي حال ما بتدومش. لأن الحاجة اللي بتفرحنا النهاردة وبتسعدنا ممكن بكرة ما تسعدناش، والحاجة اللي بتعصبنا وبتضايقنا النهاردة ممكن بكرة تبقى عادي وما تعصبناش. لو انت بتحل أي مشكلة أو بتاخد أي قرار في حياتك، ما تعتمدش أبدا على مشاعرك. وآخر حاجة معانا النهاردة هي اختار ما تكافح من أجله. يعني وانت بتحط أي هدف لازم تبقى عارف إن طريقك للوصول للحاجة دي هيبقى فيه تعب ومعاناة، مش مجرد تمنيك الحاجة دي هو اللي هيوصلك ليها. كفاحك وسعيك ومواجهتك اللي هيقابلك في طريقك هو ده اللي هيوصلك. فاختار الطريق بكل اللي فيه، الهدف وكل اللي جاي في طريقه. وده في كل حاجة كويسة في حياتنا عايزين نحققها أو عايزين نوصل لها. وأبدا المشاكل ما بتنتهيش، لكن لما بنتعلم نحلها مشاكلنا الجاية وجودة حياتنا بتكون أفضل. وبس كده يكون انتهى الجزء الثاني من كتاب فن اللامبالاة، وانتظروا باقي الأجزاء. ولو وصلتوا معايا لحد هنا فأتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا ليكم، السلام عليكم.